أكلتنا معظم الناس بتحبها ومعظمنا مش بيحبها عشان ريحتها وغلبت تنظيفها. بس النهاردة هقولك على تركتين. أول تركاية الريحة اللي هتخلي الجيران تخبط عليكي وتقولك الريحة الجميلة دي جاية من ايه. التركاية التانية ازاي تعمليها وتنضفيها بسرعة الصاروخ وتبقى معاكي بيضة زي القشطة، وممكن تبقى ايديكي وممكن تكحتيها، وازاي ممكن تشيليها وتخزنيها في الفريزر وتطلعيها وتعمليها في 5 دقايق. كل ده في الفيديو ده. بس طبعا ما تنسينيش في اللايك والشير وكومنت حلو منك كده لو عجبك الفيديو. من النهاردة مفيش حاجة هتبقى صعبة عليكي خالص وتقطعيها بأسهل الطرق. والله كلام كبير ومفيش أسهل ولا أجمل من كده. يلا بينا نخش نشوف هنعمل ايه. دي الكرشة بتاعتي معايا هي زي ما انتوا شايفين، وكانت سودة كمان. وعندي حلة مية مغلية على النار. دي حلة دي انا مخصصاها لتنظيف الحاجات دي، وهروح نازلة فيها بمعلقة من الكربوناتو. ايوه بس كده، معلقة من الكربوناتو. وهنزل الكرشة فيها اغطسها كده لمدة دقيقة او دقيقتين، كتريش اكتر من كده. وبالسكينة وكحتي زي ما انت شايفة هتتشال معاكي بكل سهولة ومن غير غلبة. طبعا انت بتجيبيها من عند الراجل، ما تغسليهاش ولا تحطي عليها ميه، انت بتغلي الميه وتروحي حاطه فيها معلقه الكربوناتو وبتنزلي وبتفضلي تكحتي فيها زي ما انت شايفه كده، بتتشال معاكي بسرعه ومن غير اي غلبه. بصوا بقى لونها وشكلها بقى عامل ازاي، زي الفل، بقت زي القشطه. وهقولك بقى ازاي تتخلصي من الريحه الكريهه اللي كل الناس مش بتحبها. انا هنا طبعا شطفتها كويس جدا ونزلت منها بقايا الحاجات السودة دي، وبقلبها من الوش بيبقى فيه طبقة شفافة كده. دي بقشرها عشان اشيل الحاجات اللي مش كويسة من جوه، عشان تبقى بيضة وتبقى زي الفل زي ما انتي شايفة كده. بتاخد معاكي وقت شوية بس صدقيني لو مشيتي على الخطوات دي هتبقى سهلة جدا معاكي وهتحبي تعمليها على طول، وتشيليها معاكي في الفريزر كمان، تعمليها في اي وقت. بتخلص من كل الجلد الزايد اللي جوه ده مهم جدا جدا. بصوا بخليها من جوه كده زي الفل، مش بسيب فيها اي حاجة. بعد ما خلصت من الجلد اللي جوه ده كله، هنزل بشوية خل، وهنزل بمعلقة من الكربوناتو تاني. الكربوناتو هيشيل اي بقايا فيها تاني، هي والخل او حاجة كده لازقة فيها او اي حاجة هيفورها لك ويخليها لك زي القشطة. وهنزل بليمونة وعصرة وقشر برتقان. ده برتقان كان عندي، وده المكون بقى السحري اللي مش هيخلي معاكي اي زفارة. ايوه البرتقان، جربيها وهتدعيلي، بجد بتفرق معاكي جدا جدا جدا. قشر البرتقان تعصريه بينه شوية كده معاها، مش هيخلي الكرشة دي اي ريحة. انا هنا بعد ما نقعتها كنت حاطه حله ميه بتغلي على النار، وتعالوا اقول لكم انا هحط فيها ايه. عندي ده بصل اخضر، طماطم، وربع برتقانه، فلفل، وعندي طماطمايه، وعندي بصل وحبهان وفلفل اسود حب، وعود قرفه. الحاجات دي هتمنع ريحه السليق ان يبقى ليها ريحه وحشه خالص، بالعكس بتبقى ريحتها حلوه قوي. عقبال ما الكرشه بتاعتي بتتسلق، بصوا هنا لون الشوربة عندي عامل ازاي، كان تحفة تحفة تحفة، والريحة كانت خرافة. انا عقبال ما الكرشة بتاعتي بتتسلق كنت نقحت شوية حمص في مية سخنة بتغلي. الكرشة بتاعتي استوت، ولا شطفتها ولا عملت حاجة. بجيب المقص وبقطعها زي ما انتي شايفة كده الى مكعبات صغيرة، تبقى على قد اللقمة، وقطعيها الحجم ده بتاعك زي ما انت عايزة. في المرحلة دي ممكن تسيبيها لما تبرد خالص وتشيليها في كيس تلاجة وتحفظيها في الفريزر، وتبقي تطلعيها ساعة الاستخدام. احنا داخلين على رمضان، ممكن تخزنيها بالطريقة دي. بص لون الشوربة بتاعها ده، المية او الشوربة اللي هي اتسلقت فيها كانت شفافة وريحتها كانت تحفة تحفة تحفة. عايزة اقولك انت ممكن تشربيها اصلا كده. قشر البرتقال مع التوابل كانت تحفة. يلا بينا نعمل الصلصة الجبارة اللي احنا هنعمل فيها الكرشة.
عندي هنا فصين من التوم، ده توم اخضر، التوم الاخضر اليومين دولت، وعندي قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي. باخد من الفلفل التوم الاخضر، باخد الحته الخضراء اللي منه دي، بتفرق جدا في الطعم، جربيها. خدي العروق الخضراء دي افرميها مع التوم. وهاخد البصلايه بتاعتي وابشرها، هقطعها عفوا، كل ده انا هقطعه واحطه في الكبه بتاعتي واضربه مره واحده. اظن مفيش اسهل ولا اسرع من كده. هروح افرم كل الحاجات دي في الكبه، ونزلت هنا بنص قرن من الفلفل الاحمر الحلو، بيدي طعم تاني خالص. لو ما عندكيش استكفي بالبابريكا المدخنه. نزلت بمعلقتين من الزيت، وادي الخليط بتاعي، ريحته كانت تحفه والله يا جماعه بلا مبالغه. ريحه الخليط ده كان تحفه تحفه تحفه. انا نزلت بفص مستكه على الزيت، وهروح نازله بالخليط بتاعي اول ما الزيت يسخن معايا. بصوا بقى، الريحة كانت تحفة. الثوم الأخضر بالعروق بتاعته مع البصل مع الفلفل، كان ريحتهم تحفة تحفة. أنا حاطة قرن فلفل أخضر، وحاطة قرن فلفل حامي، ونص قرن فلفل من الرومي الأحمر. لو ما عندكيش اكتفي بمعلقة بابريكا مع التسبيكة. أنا مش هحمر، أنا هشوحهم بس مرتين كده، مش عايزة كل الحاجات دي تتحرق ولا عايزاها تدبل قوي، هما تقلبتين كده في السريع. الريحة بجد كانت خرافة خرافة خرافة. انا ما فصلتش معاكم حاجة وماشية معاكم هنا خطوة بخطوة، كان نفسي تبقوا معايا وتشموا الريحة. الريحة بقى يا جماعة بجد كانت تحفة. امشي على الطريقة دي صدقيني هتدمنيها هتدمنيها. هنزل هنا برشة من الفلفل الاسود، بس لما انزل بالكرشة بتاعتي. بصوا اللون، بصوا التقطيعة، تتاكل كده اصلا لوحدها، كانت تحفة. الحبهان والقرفة والفلفل العيدان والبصل والبرتقان والجزر والحاجات اللي حطيناها في مية السلق دي كانت تحفة بجد، خلت الشوربة والريحة خيالية. بصوا بقى، انتوا ممكن تاكلوها كده، يعني هي مستوية، ممكن تحطوا الملح والفلفل والتوابل بتاعتكم. في ناس بتحب تاكلها بيضة كده من غير الصلصة، وبيبقى طعمها خرافة 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 بجد. برضو لو عملتوها بالطريقة دي، بصوا الألوان، بصوا شكل الكرشة أبيض زي القشطة ازاي. حتة جوانتي اتقصت وانا بقص. لو انتي هتاكليها كده بتقلبيها تقلبتين تلاتة، وبعدين بتحطي التوابل وبتوطي النار، تسيبيها بتاع 10 دقايق وتغرفي وتاكلي. انا هنا هنزل بالفلفل الاسود، شوية حلوين كده محترمين من الفلفل الاسود. بصوا اللون تحفة. شوية من الكزبرة الناشفة، ايوه، بتوديها حتة تانية خالص. رشة من جوزة الطيب برضو بتخليها حلوة قوي، والملح. واخر حاجة هنزل بشوية من الشطة، وده اختياري ومتكتريش. لو انتي بتحبيها سبايسي قوي هتقطعي قرن شطة حامي تاني هنا، وهتكتري الشطة. انا ما كترتش عشان الولاد عندي. والله يا جماعة ريحتها كانت فظيعة. انا عندي الحمص كنت غسلاه، غسلته مرتين تلاتة كويس قوي، ولعت الكتل ورحت نازله عليه بميه سخنه، سبته بتاع حوالي ربع ساعه. لان انا مش هسلقه، هو اساسا لو اتكيتي عليه هتلاقيه، بصي اتك عليه كده تلاقيه بيقرش معاكي. هنزل بيه على الكرشه بتاعتي، انا بحبها جدا بالحمص. بتقلبي كده، انا عن نفسي باكل الحمص بس ما باكلش الكرشه نفسها اصلا، يعني ما بحبهاش، بس عندي ولادي وجوزي بيعشقوها. الحمص ايوه هيستوي معاكي ما تقلقيش. دي
رشة الشطة اللي انا قلتلك عليها، وحطيت معلقة من البابريكا برضو. وممكن بقى تاكليها كده في المرحلة دي. لو هتاكليها في المرحلة دي بتحطي حوالي فنجان مية عشان الحمص يستوي يكمل سواه، وكل الخليط ده يشرب من بعض. طبعا انا هنا هعملها بالصلصة، فكان عندي طماطم عادية خالص ضربها في الخلاط، حطيتها عليها وهوطي عليها. لا هي مش ناشفة، هي اول ما هوطي النار هتاخد وتدي مع بعضها كده، وهتنزل الصوص بتاعها بس كده. بصوا بقى الجمال، والله والله الريحة كانت تحفة. بتقعد قد ايه على النار بعد كل ده؟ بتقعد معاكي 10 15 دقيقة بالكتير اوي، لان الكرشة مستوية يا دوبك، بس الطماطم تتسبك والحمص يشرب منها وكله يشرب في بعض. بجد كان طعمها تحفة.